اهلا بيكم. النهارده هنعمل وصفه كده سهله وسريعه بشويه ميه ودقيق. هتعملي احلى حاجه ممكن تشوفيها في حياتك. وانا بالصدفه بقلب في اليوتيوب لقيت الوصفه دي، لكن انبهار بجد، انبهرت بيها جدا. وخصوصا كمان ان هي اقتصاديه جدا، والبيت كله هيفرح بيها حرفيا. انتوا عارفين ان دي الكنافه البلدي، لكن مش جاهزه، احنا اللي هنعملها في البيت بكل سهوله. حاجه كده هتتعمل في 10 دقايق وانت واقفه على البوتاجاز. شايفين العيش ده؟ كمان انا انبهرت قوي لما شفته في الفيديو. العيش ده من نفس العجينة بتاعة الكنافة. بجد حلو جدا، فكرة جديدة كده وسهلة وسريعة، لكن هي بتقول ان دي موجودة من زمان. لكن الطعم بجد حكاية، حاجة كده في منتهى الجمال، سهل وبسيط قوي. طيب خلينا نبتدي بقى بالمكونات، واللي هي اصلا دقيق ومية، مفيش اكتر من كده. اول حاجة هزود هنا المية. هنزل 3 كوبايات من الكوباية اللي انتوا شايفينها دي. هنعاير الدقيق والمية بنفس الكوباية، ايا كانت بقى حجمها هنعاير بنفس الكوباية. انا نزلت هنا 3 كوبايات من المية، وعليهم نص كوباية من الزيت، ورشة من الفانيليا، ورشة من الملح. بس كده، ما تزوديش فانيليا سايلة، لا فانيليا بودر، علشان الفانيليا السايلة هتغير من طعم الوصفة نهائي. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده، وهبتدي انزل بالدقيق بتاعنا. هنزل بيه مرة واحدة، مش هنزل بالتدريج ولا حاجة. هاخد ال5 كوبايات من الدقيق هنزلهم كده مرة واحدة. ممكن تعملي انتي نص المقدار او ربع المقدار، جربي فيه، لكن هي الوصفة بجد تستاهل. ودي مش كمية، الوصفة اللي انت شفتيها ديت عملت لي كيلو من الكنافة، وكمان 12 رغيف عيش من اللي انتوا شفتوهم في الاول دول. العيش ده اسمه عيش الصاج. هبتدي بقى انزل بالتدريج كده زي ما انتوا شايفين، هنزل المية بالتدريج لحد لما تكون معايا عجينة شبه سايلة كده. انا عايزاها زي عجينة الكريب. شايفين كده قوامها تقريبا كويس قوي. هجيب بقى الهاند بلندر، او ممكن نحطها في الخلاط عشان ننعمها على الاخر، وما يكونش كمان فيها اي تكتلات. لزيادة تأكيد الخطوة دي مهمة جدا جدا جدا، اوعي تستغني عنها. هعدي العجينة بتاعتي كده من المصفى زي ما انتوا شايفين، او الصفاية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما قلت لكم وبأكد عليكم، الخطوة دي مهمة قوي يا جماعة، علشان اي تكتلات فيها هتبوظ الكنافة بتاعتك. شايفين؟ مهما كنتي ضربها في الخلاط لازم هيطلع حاجة بسيطة برضو هتضايقك كده وانت شغالة. دلوقتي احنا صفينا الخليط، والخليط بقى معانا ناعم. هندخله التلاجة حوالي ربع ساعة، او من 10 دقايق لربع ساعة كده. كده بعد حوالي ربع ساعة في التلاجة هبتدي بقى اقلبه كده بالويسك او بالمضرب السلك، زي ما انتم شايفين كده، المضرب اليدوي العادي. هقلبه بس انا عامه كده، واخلط المكونات كلها تاني مع بعضها. هبتدي اجيب بقى كيس حلواني، او ممكن تجيبي ازازة، وبس تعملي لها فتحة صغيرة من الغطا بتاعها، وهتشتغلي بكل سهولة. عايزه اقولك اصلا ان شغلها ممتع قوي، هتبقي مبسوطه قوي وانتي بتعمليها. هتحسي نفسك يعني حد كده بتاع كنافه في نفسه كده، وهتبقي مبسوطه قوي بشغلها. هعمل بقى فتحه بسيطه خالص كده في الكيس، فتحه رفيعه خالص كده، بحيث ان الخيوط بتاعتي تنزل بسهوله. وعلى اي جريل بقى، صينيه ألمونيا، اي حاجه، هبتدي اعمل الخيوط اللي انتوا شايفينها دي على نار فوق المتوسطه بشويه. بس بتاخد مننا ثواني ثواني، مش اكتر من كده. شايفين؟ مجرد بس العجينه ما بتختفي خلاص، هي كده بتكون استوت معانا. هبتدي اشيلها بقى بكل سهوله. اهم حاجه هنا هحطها على صينيه عليها فوطه. لازم الفوطه دي عشان تشيل الرطوبه بتاعتها، وكمان تحافظ على طراوه الكنافه كده وتفضل طريه معانا. هبتدي بقى اعمل مره كمان كده. هجيب العجينه بتاعتي وهوزعها كده على شكل دايره من جوه لبره، مش من بره لجوه، زي ما انتوا شايفين كده. في ثواني ايديكي تبقى خفيفه كده وتوزعي الكنافه بتاعتك. شايفين؟ ما بتاخدش ثواني حرفيا على النار. هخلص بقى الكميه بتاعتي كلها. تقريبا هي اخدت مني بالظبط بالظبط على النار 15 دقيقه، ما خدتش مني اكتر من كده. تعالوا بينا نشوف العيش بقى هيتعمل ازاي في نفس الجريل كده او نفس الصينيه. هبتدي انزل كبشه كده او مغرفه واحده من العجين، وهوزعه زي ما انتوا شايفين كده، نفس فكره الكريب وانت بتعملي الكريب. بس كده مجرد العجينه تختفي، هبتدي المع الوش بتاعها بشويه من الزيت، حاجه بسيطه كده بالفرشه من الزيت. بس الزيت هنا بيخلي العيش بتاعنا شكله لامع كده وشكله حلو، زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو كده، شكله بيلمع وشكله حلو. نفس الحركة برضو هبتدي اوزع هنا حاجة بسيطة من الزيت كده على ظهر الخبز بتاعنا او العيش بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي بقى اقلب فيه يمين وشمال كده، من تحت لفوق كده، لحد لما ياخد اللون الحلو بتاعنا. شايفين؟ مش هطلعه لونه ابيض زي الكريب، لا، انا هديله لون شوية يبقى زي لون العيش. شايفين؟ من تحت لفوق، اهم حاجة ايدك فيه كده، ومن تحت لفوق على النار فوق المتوسطة.
ما تعليش النار على الاخر عشان ما يتحرقش منك وفي الاخر يبقى عجين من جوه. هقلب بقى فيه يمين شمال كده زي ما انتم شايفين لحد لما يوصل للون الجميل ده. هشيل بقى كده، هو كده تمام. هشيلها وهبتدي اعمل واحده كمان قدامكم. خد مغرفه واحده من العجين او كبشه واحده من العجين زي ما انتم شايفين، وهبتدي اوزعه بالطريقه دي. بس في الوقت ده تكوني مهديه النار على الاخر علشان ما ياخدش منك لون بسرعه. وهبتدي برضو نفس الحكايه، اعمل العيش بالزيت كده، المعه بالزيت زي ما انتم شايفينه كده. وبرضو هقلبه كده من فوق ومن تحت، وهدهنه برضو دهنه من الزيت بسيطه زي ما انتم شايفين. ما شاء الله شكله حلو جدا، وصدقيني الطعم حكايه في الاخر. هكمل بقى الكمية بنفس الطريقة دي. شايفين اللون خطير؟ انا كده كملت الكمية كلها. شايفين عمل معايا حوالي 12 او 13 رغيف حاجة زي كده، تقريبا 12 رغيف. ما شاء الله طري جدا 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 وشكله لامع وجميل. شايفين؟ وبالتاني معايا بكل سهولة رغم ان انا ما غطيتوش اثناء التسوية، لكن غطيت الكنافة اثناء التسوية. شايفين بقى النتيجة في الاخر عاملة ازاي؟ طرية طراوة مش عايزة اقول لكم، واحسن بكتير كمان من اللي بنجيبها من بره. وبشوية دقيق ومية عملنا العظمة اللي قدامكم دي. شايفين؟ خطيرة خطيرة يا جماعة، والله بجد من الحلويات اللي بقول لكم بجد جربوها بقلب جامد. هتعجبكم قوي. وفي ظل الغلاء اللي احنا فيه ده بجد احنا محتاجين بقى الحاجات اللي زي دي تكون اقتصادية وفي نفس الوقت ممتعة جدا والبيت كله هيحبها. تعالوا بقى عشان نسويها بقى ونقدمها. انا هسويه كده في معلقتين من السمنة البلدي. هنزل بالكنافة اللي احنا عملناها زي ما انتم شايفين، هي طويلة ما تقطعهاش ولا اي حاجة. هنزل بقى بكمية الكنافة اللي معايا كده زي ما انتم شايفين، هنزلها بالراحة كده. وهبتدي بس بايدي بس افكها فك، مش بقطعها، انا بفكها بس كده. وهبتدي بقى اقلبها بالراحة كده باي معلقة معانا، بس بالراحة. حاولي بس تفتحي فيها تفتيح كده، مش تقليب اللي هو تقطعي فيها، لا احنا بنقلب فيها. وهتبقى في النهاية برضو حجمها مناسب بعد التقليب، هيبقى حجمها مناسب قوي. زي ما انتم شايفين كده هي اصلا بتبقى مفرفطة كده وطرية على الاخر. هنزل هنا بالسكر، انا نزلت بنص كوباية من السكر حبيبات عادي. هقلب بقى كويس قوي، والسكر طبعا على حسب الرغبة زي ما انت عايزة. هقلب بقى كويس قوي كده زي ما انتم شايفين بالراحة. برضو هنزل هنا بجوز هند وزبيب، ممكن تحطي مكسرات زي ما انتي عايزة، بس انا حبيت الجوز هند والزبيب في الطعم احسن بكتير من اي مكسرات. هقلب بقى زي ما انتم شايفين كده، هتاخد مني حوالي 5 دقايق كده على النار تقليب لحد ما لونها تحسي ان هو بقى شفاف شوية او استوت ما بقتش عجين. هبتدي بقى ارص الخبز بتاعي زي ما انتم شايفين كده في التقديم. هو بيتحط تحتها كده، شايفين؟ ما شاء الله شكله يجنن بجد. هبتدي بقى اقدم عليه الكنافة زي ما انتم شايفين كده، هو ده بيكون تقديمه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين الزبيب بقى وجوز الهند فارقين في شكله ازاي؟ ما شاء الله كمان في الطعم حاجة كده رائعة. هبتدي ازود بقى هنا جوز هند وزبيب، صدقوني الجوز هند والزبيب بيفرقوا في طعمه قوي، وكمان الزبيب لايق قوي معاه مع الكنافة. هبتدي بقى هنا احط العسل الابيض، عسل ابيض مش شربات، علشان اللي عايز يحلي بزيادة ياخد من العسل ده. شايفين بقى مفلفل ازاي او مفرفط ازاي؟ ما شاء الله جميل جميل بجد. لو عملتيه مرة هتدمنيه وكل يوم هتعمليه. هنجيب بقى العيش او الخبز اللي احنا عملناه وهنحطه في قلب الكنافة الطرية ديت. تخيلوا معايا بقى الخبز طري والكنافة طرية قد ايه، وفي منتهى الجمال. هبتدي ازود عليه عسل ابيض كده زي ما انتم شايفين. تخيلوا بقى الطعم معايا عامل ازاي، حاجة كده رائعة. متنسوش بقى الاشتراك في القناة واللايك والشير.